السلام عليكم. ده انا والمشكله دي قابلتني انا شخصيا. كنت لما اجي احط صور في الملف بتاعي يبوظ، يتحرك، معرفش اتحكم فيه، مش فاهم ايه اللي بيحصل. ولكن النهارده جبت لكم الحل ازاي نتعامل مع الصور بسهوله جدا في الوورد من غير اي مجهود. يلا بينا. اول حاجه علشان نعمل ادراج للصوره، مثلا احنا عايزين نحط صوره هنا، هنروح نضغط على insert، نروح لتبويب insert، هنا نضغط على insert، ومنه هنروح لpictures ونختار this device من على الجهاز بتاعي، الصورة على الجهاز بتاعي عندي. منها اروح مثلا للصور كانت في الداونلودز، اخد مثلا صورة الارب نيشنز دي، اخد الصورة واعمل insert. هنا الصورة اتحطت معايا، ولكن هنا اجي احرك الصورة مش عارف، الصورة بتعمل حاجات غريبة، مش فاهم، مش عارف اتعامل معاها. اصغر، تعمل كده، تحس انت مش عارف تتحكم فيها. المشكلة دي حلها بكل بساطة من الايقونة الصغيرة دي layout options، نضغط عليها. وهنا ان الافتراضي التطبيق بيتعامل مع الصورة كأنها حرف كابيتال في اول الفقرة، فهنا لما بتحرك الصورة بيتحرك الفقرة التابعة ليها. فحل المشكلة ببساطة اننا نخلي الصورة وحواليها والكلام يظهر حواليها اللي هو اسمه سكوير. الكلام هيلف حوالين الصورة بشكل مربع بالشكل ده، وبالتالي لو حركنا الصورة شمال يمين الكلام كله حوالينها. احرك براحتي واحطها زي ما انا حابب. لو رحت على التايت النص هيقرب جدا من الصورة، ودي كويسة جدا للصور المفرغة زي كده. شايف الصورة دي مثلا، الصورة دي، ودي كويسة جدا للصور المفرغة، الصور اللي ملهاش خلفية زي الصورة اللي معايا. هاخد كمان شوية مثلا كده، او نروح نختار behind the text ان الصورة تكون ورا، وهتظهر بالشكل ده. الصورة بقت في الخلف، هتبقى بالشكل ده. او ممكن نخلي الصورة قدام in front of the text، دي in front of the text كده الصورة بقت ظاهرة قدام، ولكن هنا هتخفي الكلام. ودي توب اند بوتوم، يعني يخلي الكلام فوق وتحت، ما يخليش الكلام على اليمين والشمال، ودي تعتبر برضو كويسة كده. فهنا انا هختار سكوير واخلي النص على ناحية واحدة. in front of the text دي ممكن نستعملها لو احنا عايزين نحرك الصورة بأريحية في الصفحة، عايزين نحدد المكان الأول، عايزين نشوف لها مكان كويس، فبتساعدك في الحركة بسهولة وتبقى ظاهرة معاك. إنما زي ما اتفقنا أنا هختار سكوير. أنا مثلا هعمل insert لصورة، وأروح مثلا آخد صورة الوورد دي. أنا مثلا عملت insert للصورة دي وأخليها برضو سكوير. الصورة دي أنا لما ضغطت عليها هيظهر لي تبويب جديد اسمه picture format. لو طلعت فوق وضغطت على التبويب اللي لسه ظاهر جديد للصورة هيظهر لي خصائص أقدر أتعامل بيها مع الصورة. هنا في remove background، هنا نقدر نشيل الخلفية، لأن الوورد في ذكاء اصطناعي يقدر يشيل لك الخلفية بضغطة واحدة. ولكن هنا يعني الفايدة بتاعته بسيطة، يعني لو افترضنا إن الخلفية بلون واحد مثلا، او الخلفيه احمر او جرين سكرين، هنا في الحاله دي ممكن تشيلها بريموف باك جراوند. انا هنا ما عنديش خلفيه والصوره دي PNG ما فيهاش اي مشاكل، فمش هستعملها. وهنا لو انت محتاج تعمل تغيرات سريعه على الصوره تقدر تغير من هنا، وكذلك برضو لاي صور شخصيه او اي صوره تحطها في التطبيق معاك. جميل. وكمان في هنا ستايلات سريعه ممكن استعملها جاهزه للتطبيق، زي مثلا كده كده كده، حاجات كتير ممكن استعملها وتساعدني في الشغل بتاعي. كمان في هنا كروب،
ده بيساعدك لو الصورة فيها حواف زيادة عايز تشيلها. بكل بساطة هتضغط عليها وتروح تقص فيها المسافة اللي انت محتاجها. مثلا انت حابب، ولما تخلص هتضغط على كروب تاني وبس الصورة بقت معاك بالشكل ده. طب مثلا لو احنا عايزين نشيل اللي احنا حطيناه على الصورة، بكل بساطة هنروح على ريست بيكتشر ونضغط كده، الصورة رجعت للأول زي ما كانت. وانا مثلا لو عايز اتعامل مع كروب اضغط على هنا، اروح على كروب اضغط عليها واشيل الحواف اللي انا مش محتاجها بالصورة. انا مثلا مش محتاج لحد مثلا يعني لحد هنا او لحد هنا ايا كان، وتتعامل مع الصورة زي ما انت محتاجها وفي الاخر تضغط كروب. كمان مثلا لو هنا انت عندك مثلا كذا صورة، هنا مثلا انا في كذا صورة عايز اتحكم في انه صورة تظهر قدام وانه صورة تظهر ورا، بكل بساطة هروح على هنا في كلمة اسمها bring forward send backward. انا هنا عايزها ترجع ورا، اضغط هنا send backward، فكده الصورة دي بقت هي اللي فوق ودي هي اللي تحت. انا مثلا لو انا عندي كذا صورة اهوت عايز اتحكم مثلا في ترتيبهم، بكل بساطة هروح هنا على picture format واختار منها selection pane، اختار دي وهنا هيوريني الجرافيكس اللي هو صورة الوطن العربي والوورد. هنا اقدر اتحكم براحتي، اشدها لتحت، اشد دي لتحت واخلي صورة الوورد لفوق، اطلع مثلا صورة الوورد وهكذا. كده انا بتحكم بسهولة. او ان انا اروح مثلا على جرافيكس فورمات واعمل برينج فورورد او سند باكورد يرجع لورا. لو انت عايز الصورة تكون في نص الصفحة بالظبط، بكل بساطة عشان ما تبقاش رايحة منك يمين او شمال وانت عايز تحطها في النص بالظبط، بكل بساطة تروح على برضو ليكتشر فورمات ومنها تختار alignment. هنا هتختار alignment تضغط عليها وهنا تخليها شمال، تخليها في النص. هنا مثلا عايز اخليها في النص، عايز اخليها على اليمين بالظبط، اخليها في النص، سنتر، رايت، ليفت. هنا مثلا بوتوم، اسفل الصفحة. كده في نص الصفحة بالظبط. بالنهارده باذن الله الصور مش هتبوظ ملفك تاني. جرب ميزة in front of text وشوف ازاي هتحرك صورتك زي ما انت عايز. الحلقة الجاية هنعرف ازاي نستخدم الاشكال الهندسية والايقونات علشان نعمل تصميمات كويسة من جوه الوورد. ثبت صورتك واستناني الحلقة الجاية. سلام.